الأهلي يرفض استمرار أشرف داري في يناير ويتخذ قرار عاجل بشأنه. رفض مسؤولي النادي الأهلي فكرة استمرار أشرف داري مع الفريق خلال نافذة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك على الرغم من تمسك اللاعب بالاستمرار وعدم الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بصورة نهائية. وأكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت أن الساعات القليلة الماضية شهدت اتخاذ قرار رسمي من جانب إدارة الأهلي برفض فكرة استمراره ضمن صفوف الفريق خلال يناير المقبل، وذلك بناء على قرار المدير الفني للنادي الأهلي. وتابع أشرف داري في الوقت الحالي يمتلك أكثر من عرض ليبي للحصول على خدماته في يناير المقبل، وسيحسم النادي الاتفاق مع اللاعب على رحيله مع دفع جزء من راتبه يصل إلى 50% لحسم رحيله وعدم استمراره ضمن صفوف الفريق. 3 لاعبين على رادار الأهلي في كأس الأمم الأفريقية بينهم ثنائي زملكاوي. كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن لجنة التعاقدات بالنادي تتابع 3 لاعبين يشاركون في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم الأحد المقبل في المغرب تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات المقبلة. وأكد المصدر أن الأهلي يراقب هؤلاء اللاعبين بشكل مكثف في ظل سعي النادي الأهلي لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة في الموسم. يأتي على رأس القائمة المدافع الدولي الشاب حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك الذي يحظى باهتمام كبير من جانب النادي الأهلي لتدعيم خط الدفاع، ورغم أن الواجهة الأقرب للاعب تبدو نحو الاحتراف الأوروبي، فإن مسؤولي الأهلي يترقبون موقفه النهائي خاصة حال تعثر انتقاله الخارجي. كما يراقب الأهلي المهاجم لاعب نادي بيراميدز ميلي في ظل رغبة النادي في ضم مهاجم أجنبي بمواصفات بدنية وفنية عالية، ويعد ميلي من أبرز المهاجمين في البطولة، وقد يكون خيار مثاليا لتعويض النقص العددي في الخط الإمامي. الاسم الثالث على رادار الأهلي هو أحمد عيد ظهير أيمن النادي المصري الذي يعد هدف أيضا لنادي الزمالك، ويأتي الاهتمام باللاعب في ظل سعي النادي لتدعيم الجبهة اليمنى.